وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الذين عملوا بهديه وتخلقوا بآدابه فكانوا خير قدوة تحتذى وأروع نموذج يتبع. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها السادة الأفاضل، ونحن في هذه الأسرة السعيدة على موعد مع تلك الأرواح الطاهرة التي أفضت إلى ربها وخالقها منذ زمان، ولا زال سرها وما قدمته ساريا يجري بين الناس إلى يوم الدين، لأن الأشياء المخلدة هي معززة وباقية. وصدق الشاعر حيث يقول: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الإنسان أيها السادة يعتز بالعزيز، إذا أراد العز، عز الدارين، فعليه أن يعتز بالعزيز، والعزيز هو خالقنا ومولنا سبحانه وتعالى. من هنا الشاعر قال: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذا اعتززت بإنسان ذاهب يعتريه الزوال وهو ميت لا شك فيه، إنما مثل اليوم يموت غدا. إذا عملت العز تاعك معه، هذاك العز حينما يموت الشخص المعتز به العز ينطمس ولا يبقى سري مفعول. من هنا الشاعر قال: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن العزة عز ميت. المهم، يا وليدي لا بغيت ماذا عساني أن أقول؟ هو شوية مقلق راك عارف. والقلوب قد طارت إلى ربها وخالقها، وهي تتطلع وتشرئب إلى تلك الساحة الخضراء، إلى تلك القبة الخضراء، قبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم أن زاره أعرابي من الأعراب، دخل على الحبيب المصطفى في قبره وجلس أمام المواجهة الشريفة، وجلس أمام المواجهة الشريفة، وقال له مخاطبا وهو يخاطب الرسول، قال له: ماذا قال له؟ قال له: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا من هو حبيب الله، السلام عليك يا من قال الله في حقه، قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هكذا قال. ثم زاد عزز هذه المقولة، قال وهو يشيد بالمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا خير من دفنت، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هذا العربي قال هذا الشعر: يا خير من دفنت في القاع أعظم، يقصد بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. دفين هذا القبر قال له: يا خير من دفنت في القاع، بقاع القبر أعظمه، فطاب من طيبهن، من طيب العظام المحمدية، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه،
فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال الراوي قال أن هذه المقولة لما قالها الأعرابي كان إنسان هناك في القاعة نائما، أخذته سيلة من النوم، فجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في نومه وقال له الحق بالأعرابي، الحق بذاك الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. اللهم لك الحمد. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم الخالدة التي لا تموت. كل ما جاء مع الأنبياء كل ما جاءهم إلا وذهب معهم، إلا ما جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو يسري نفعه إلى يوم القيامة. معجزة خالدة. بماذا نعطر هذا المجلس؟ نعطره بذلك الحديث، لا أقول الحديث النبوي وإنما الحديث حديث قول الله تبارك وتعالى. الله أحاديث الله يقولها، الحديث القدسية. ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال يوم القيامة يكون الناس على وجل وعلى خوف من العزيز الجبار، وقد تطلعوا إلى ناحية مجيئه لأنهم يبشرون بأن الله سيأتي إلى الموقف. والدليل على هذا ما جاء في القرآن، قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر إلى آخره. وجاء ربك، إذن الله تبارك وتعالى يجي والناس في الموقف خائفة مطمئنة، فيأتي ويجلس أمام الوجوه الضعيفة ثم يقول قفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون، لا بد من المساءلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله، الله تبارك وتعالى لم يخلقنا ليلعب، وإنما خلقنا لنعبده ونوحده ونتوب إليه ونسير على هديه. إذن قلنا هذه بشارة في الحديث القدسي. الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لهم اضربوا جسرا فوق جهنم. جهنم راها تحت وفوقها يعملوا واحد القنطرة الجسر. هذا الجسر هو أدق من الشعر وأمضى من السيف ورقيق أكثر من رحب الشعر وقاطع أكثر من السيف. إذا وقف عليه الإنسان يخرق له رجليه ويطلع له حتى المخ تاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نوع من العذاب. ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كلنا سنريد على الصراط، سنريد لا محالة على الصراط. ولكن هذا الممر إن شاء الله يكون محفوفا برعايته. ما هي الرعاية؟ الإنسان لما يؤمر بالنسير فوق القنطرة هذيك يعلم أنه سيسقط، ما فيها شك. يتقدم وهو أعضاؤه ترتجف. هنا تعتريه الرحمة الإلهية. ما هي هذه الرحمة؟ والله تبارك وتعالى يقول إن كلنا جوز الصراط بعفوي. هذا الصراط فوتوا عليه بعفوي، إنه عفو كريم. جوز الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي لا بعملكم، برحمتي. الرسول ذات يوم قال لهم لا ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال هم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته حتى أنا راني تحت الحضور الإلهية إلا أن يتغمدني. قال في موطن آخر قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي. رجين الوحي نطبقوا قولكم وأنتم أدرى بما ينفعكم وبما يضركم. إذن الله تبارك وتعالى يتدارك الناس بلطفه فيقول
جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموا الأعمال بماذا؟ بأعمالكم. اقتسموا المنازل، هناك منازل ودرجات، هذه الدرجات يرقى إليها الإنسان بعمله، أما الأشياء الأخرى لا يدخل الجنة بعمله ولا بصلاته، ولا الصلاة لا بد هي فرض عليك، والصوم هو فرض عليك لا بد منه، وإنما يدخل برحمة الله، وما أحوجنا إلى رحمة الله إلا من أبى وعصى وحرم نفسه. وهذا ما سار عليه الرعيل الأول من هذه الأمة، حيث أنهم عاشوا على وجل وعلى خوف، وأسسوا مثل هذه الزوايا التي تجتمع فيها القلوب الحائرة، القلوب الضعيفة تجتمع في هذه الزوايا على الذكر وعلى الصلاة وعلى الترعيم، والله يتجلى عن العباد ويغفر لهم الذنوب. وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غفر الله لنا جميعا وحشرنا وإياكم على إثر هؤلاء السادة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام لنا ولكم، يا رب اجعلنا نلقاه وأنت راض عنا ولا تحاسبنا بأفعال